ساوث افريكا 2010. هنا مفتتح للكلام، هنا مستحل للحديث في بلوم فونتين. الفريق المصري يلتقي البرازيل، ويوم الخميس في لقاء ايطاليا المنتخب المصري سيحضر الفريق الجزائري بكامل افراده بقياده سعدان المباراه، لانه كلمه الجمهور العربي منتخب الفناك، منتخب محارب الصحراء. الفريق الجزائري يحضر مباراه زامبيا المصيريه السبت القادم في الورد كاب في الكواليفيكيشن هنا في بريتوريا في جنوب افريقيا. ريكاردو كاكا 65 مليون يورو، مش شويه فيك، مش خساره فيك. ريكاردو الساحر كاكا، راقص الماراكانا، ساحر الكوبا كابانا. اذا تنطلق المباراه. زيدان العرب يلعب مع كاكا البرازيل، كاكا العالمي يلعب مع زيدان الطامح بالعالميه. من سيظفر بمن؟ من سيتجاوز من سيسجل في من؟ شخصيا انتظر رياكشن من منتخب مصر، وانتظر ربع ساعة كلها تركيز. هي اصلا تقول لي مع البرازيل 90 دقيقة تركيز، وانت جاي للفندق للملعب تركيز، وبعد ما تروح ايضا ركز وتركيز. المنتخب البرازيلي ركائزه خطيرة هجوميا من نار، ولكن دفاعه هش. ممكن يا شريف اليوم يشرفنا منتخب المصري بنتيجة تلبي وائل. اول ربع ساعة وال20 دقيقة هي نوع من الضمان، هي نوع من الامان، نوع من الاطمئنان. احمد سعيد هوكا خطيرة المنتخب البرازيلي، صعبة جدا. ريكاردو كاكا مش ممكن. الهدف الاول فريق البرازيلي كاكا بكامل السهولة يدخل ريكاردو ويسجل اولى اهداف المباراة. حذاري من هذا السيناريو اللي نبهنا له، حذاري من هذه الانطلاقة البرازيلية اللي تعطي ثقة وتشحن الصنبة، ولكن تخوفنا اكثر، تقلقنا اكثر، ترعبنا اكثر، وممكن تضيع تركيزنا. هاو يا بوتريكا وسع كورة، اضرب زيدان ولا اضرب على الطاولة بخبطة اليد. ممكن نسجل، سجلت خلاص. 1-1 يا شريف، 1-1 لم تسجل انت الهدف. زيدان من بوتريكا. الحمد لله لو في ثقة شوية ونقف على ارض مفيش حاجة نخسرها. هات لي الخط وهات لي الكاس. تمشي كورة عن طريق إيلانو في وسط الميدان، يلعب الكورة إيلانو في أول ربع ساعة. نتيجة 1-1. تتهيأ كورة خطيرة، مش ممكن الهدف الثاني. لا هذه مش ممكن الهدف الثاني عن طريق فابيانو، عن طريق لويس فابيانو. شكلها مباراة مفتوحة بالأهداف، شكلها في كرنفال مضمون بتواجد السيليساو وايضا في وجود المنتخب المصري. خسارة يعني الرياكشن كانت ممتازة جدا، انك تتعادل بسرعة مع البرازيل السيد العام، ويهوس الأداء البرازيلي منذ جيل السبعينات بقيادة بيليه، كارلوس ألبرتو. برازيل والحضر المصري يمنع ريكاردو كاكا من ثالث الأهداف. اضرب كورة خطيرة، شوف الخطأ الجديد في الدفاع، شوف التمركز يا حازم. مش ممكن. هنا نتابع المباراة من كابينة التعليق. الفريق المصري للحذر والدفاع مطلوب. إيلانو ودانيال الفيز، إيلانو والفيز بالقوة، يتقدم إيلانو خطيرة، وبرافو يا حضري. كورة جت في الوسط من الطاف الله، كانت في دي في الوسط، لأنه لو ركن الكورة إيلانو كان يصعب جدا من هذا المكان، من هذا البوزيشن. هي أحمد فتحي يسدد، لكن برا اوت. الأرقام متساوية، المباراة متوازنة. اضرب مثل الكاميرون، اضرب يا حسني أقوى. ذكرتك بالأيام المجيدة، ذكرتك بالكورات السعيدة، ذكرتك بالتسديد. الانطلاق والتقدم برازيلي. شوف التركيز، قرر اين سيضع الكرة. دانيال الفيز سدد، ممتازة يا حضري. شفت الاحتراف في هذه الجزئيات البسيطة لكن معبرة جدا. ركز ومركز وضربها طوالي، ولكن الحضري السد العالي. المنتخب البرازيلي من 5 بالمرمى بالراس، والهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. مش ممكن على هذه الاخطاء الدفاعية الغير معقولة. اللاعب جوان اللي من 30 ثانية نبهتكم، مش ممكن. الهدف الثالث للمنتخب البرازيلي. هنا قوة المنتخبات العالمية. اضرب الآن كرة عالية من أحمد حسن.
كان في بوزيشن في مركز كان ممكن ينجح به المنتخب. عوض يتقدم سيد يوزع سيد اين الراسية جول مش ممكن ضاعت لكن المنتخب المصري موجود. احلى كورة مصرية احلى كورة من حسني عبد ربه دارت مليح لفت مليح مشات من السكر لعبت للسيد ضربها حسني ولكن عبد ربه لا يصعد الملك. كان ممكن هدف ثاني للمنتخب المصري. اذا الشوط الاول ينتهي على نتيجة 3 برازيل 1 مصر. عن كده هتبقى يعني مشكلة للمنتخب المصري لكن لازم نأمن ولازم لما يعني يبقى فيه هجوم بعقلانية وفي دوافع لدى خط الوسط. اذا ننطلق في الشوط الثاني في رحلة البحث عن التعويض او في رحلة البحث عن حفظ ما الوجه او في رحلة البحث عن التشريف للكرة المصرية. اذا ينطلق الشوط الثاني وننتقل ببروتوكول المعلقين من خلال الاسماء اللي بدا بها دونجا يوزع كرة خطيرة المنتخب المصري ما غير الكلام. كرة هدف ولا احلى كرة للثاني سدد جول الله 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 أنع البرازيل مش ممكن يستلسعوا باللون الأحمر. هدف عالمي. عاود لي من الأول يا مخرج عاود لي من الأول. تعرف كورة ولا ما تعرفش؟ ارجع من الأول ارجع للروعة ارجع للفستيفال ارجع للكرنفال بل قلت الواقع. التعادل الثالث الله الثالث زيدان ساعدوا عليا مش ممكن ساعدوا عليا يا مصريين 3-3 يا دونجا 3-3 يا دونجا. الله هنا ترفع وتسجد وسجدة الشكر هنا في بلومفونتين. مازال الكروس هيا الان الراسية لم تأتي من المنتخب المصري. الراسية لم تأتي من منتخب مصر لتبقى المباراة شكورة عن طريق فيليبي ميلو في خطأ حذاري من ارتكاب الاخطاء هنا. هذه المخالفات تخوف. فاز راسية خطيرة حذاري كرة تخرج برا 6 امتار عند الحارس الحضري بعد راسية أليساندر باتو طويلة ما فيش اوفسايد. لا تسلل في اللحظة الأخيرة عمل فيها شكل لايسمان عمل فيها شكل مساعد اللي هو كاكا ريكاردو على كرة خطيرة من القديس البرازيلي السانت ريكاردو كاكا. كانت كرة صعبة جدا. شوف الكنترول والضرب على الطاير كرات الكبار هذه يا ريكاردو. الفريق البرازيلي حضاري مش ممكن امكانية يخرج يا حضري برافو يخرج عصام الحضري وكرة ستعود في خطأ للجول كيبر المصري. كانت كرة خطيرة جدا. اذا الدقيقة 77 3-3. ايش المطلوب من المنتخب المصري شريف باش نحافظ على هذه النتيجة التاريخية والغالية والممتازة؟ اولا في جزئية مهمة اللي هي وجود احمد عيد عبد الملك الرابع ليه برافو من الحارس سيزار بكرة ولا اروع ولا اجمل درس البرازيل الرابع. الله يا مصر الله يا احمد يا فتحي الله يا منتخب مصر الوطني. شوف الكرة من فتحي الرابع الله يهديكم في هذه الكرة. برافو الدفاع برافو يا الجمعة حرام انك تخسر الماتش بعد هذا اللقاء التاريخي. العب الكرة قدام يا محمدي من ثانيين حذاري الفيزو في خطأ ممكن في كارت اصفر ممكن الانذار والبطاقة. هذا اللقاء في هذا الشوط الثاني من المباراة. سيد معوض الكرة الآن للمنتخب البرازيلي. الوقت يمر أقل من 60 بالفعل. الله يستر من هذه الكرة الأخيرة. دانييل الوزع كرة تتهيأ خطيرة وفرصة والحكم يقول من قلب المرمى. البرازيل يحتاج على البنالتي. البرازيل يحتاج على الجزاء والدفاع بالمحمدي يخرج كرة من قلب المرمى. احتجاج برازيلي واضح على الحكم ويب هاورد. شوفوا اللقطة تعاطف 20 بلومفونتين الكل يزفروا على ريكاردو كاكا. مهما كان مصر تعطي درس السامبا والرابع من كاكا رغم محاولة الحضري كان يوقف كاكا. نعم انا برازيلي
اللمسه صحيحه. لكن العب يا عبد الملك، امشي قدام عبد الملك، عبد الملك الرابع لم ياتي، الرابع لم ياتي، لكن العرض المصري اتى، ليس عرض كلاوديا الشيفاء.